تعالوا يا حبايبي كده اوريكم انا جبت ايه النهارده. انا جبت الكتاكيت دي النهارده، فحبيت استقبلها معاكم كده من اول يوم ونتابعها مع بعض. انا ما زودتش اول مره، وطبعا دي نصيحتي ليكي لو اول مره بتربيها ما تزوديش. انا جبت 7 وحدات، الواحده عامله 25 جنيه، وده اول يوم ليهم. طبعا اول ما استقبلتهم من المكتب البيطري، اول حاجه بتعمليها بتحاولي ان انت تجيبي من مكتب بيطري فرزه اولى، ويكون الكتاكيت بتاعته حلوه يعني بتكبر. تكوني سائله جارتك او سائله اي حد من اللي جنبك بتجيب الفراخ الحلوه منين، وهم هيدلوكي. السؤال بينفع يا جماعه، يعني اسالوا كده وتدبروا الامر قبل ما تشتروا الفراخ، لان في محلات بتجيب فرزه تانية وتباعها على اساس ان هي فرزه اولى. معلش لو كنت بتكلم بسرعه عشان وقت الايه الفيديو. اول حاجه عملتها، جهزت الكرتونه بتاعتهم دي قبل ما استقبلهم خالص في البيت عندي. جبت الكرتونه دي وحطيت فيها زي عصايه كده او خشبه، ورحت للمحل الكهربائي. اي محل كهربائي جنبك هيعمل لك الوصله دي، ماشي. الدوايه بتاعتها عباره عن مش بلاستيك يا بنات، الدوايه كده زي العاج كده، علشان ما تسخنش وتسيح. تمام، انت بتقولي له هات لي دوايه من اللي هي مش بلاستيك. اللمبه دي لمبه 60 يا دوبك، انما اوعك تجيبي لمبه 100. تمام تمام. بعد كده جبت سقايه، والسقايه دي بتاخد رتل ميه، حطيت فيها نص معلقه سكر على رتل ميه، وجهزت لهم ميتهم وجهزت لهم الكرتونه بتاعتهم. ولعت اللمبه بتاعتي كده. طبعا المفروض ان احنا نفرش الكرتونه بتاعتنا نشاره خشب او تبن، بس النهارده الجمعه وورشه النجاره اللي جنبنا قافله، فمعرفتش اجيب بصراحه ايه نشاره خشب. كان عندي التيشيرت القديم ده فرشته لهم، هم لسه صغيرين يعني النهارده اول يوم ليهم. ونطرت لهم كده شويه علفه اهي. العلفه دي بادي، علفه بادي، بتيجي كده اول 10 ايام او 15 يوم. طبعا انتوا هتتابعوا معايا من اول يوم كده ان شاء الله، هصور لكم نمو الكتكوت وتشوفوه ان شاء الله معايا كده لما يكبر ويبقى فرخه حلوه. دولت 7 كتاكيت، ربنا كده يطرح فيهم البركه يا رب. واي معلومه او اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم. نسيت اقول لكم ان المكتب البيطري اداني باكو كده بودره مضاد حيوي، هي بودرة صفرة كده يا بنات. بعد المية اللي بالسكر، طبعا انت بتستقبليهم على مية بسكر بس بدون اي حاجة تانية. ما بتحطيش الاكل قبل ساعة، بتسيبيهم يشربوا المية بالسكر، وبعد ساعة بيكونوا جاعوا. فاول ما بتحطي الاكل الكتاكيت بتاكل وبتملى معدتها. اول 6 ساعات مية بسكر، بعد كده بتاخدي المية دي تكبيها وتملي رتل المية، وتحطي نص معلقة بودرة مضاد حيوي أو تحصين المكتب البيطري بيديهولك. بتحطي نص معلقة بس على الرتل مية، خدي بالك ما تقلليش المية يا حبيبتي. السقاية دي بتاخد رتل مية، فحطي فيها نص معلقة تحصين، وكل يوم لحد 7 أيام. تمام تمام. ادعوا لي بقى ربنا يبارك لي فيهم كده يا رب، ويا رب أكون أفدتكم. مع السلامة.